أهلا وسهلا بيكم جميعا في استوديو كريم لتحليل مباريات النادي الأهلي والنادي الزمالك في الدوري المصري. والنهاردة معادنا مع مباراة إنبي والنادي الأهلي. الأهلي طبعا كالعادة بيبدأ بضغط العالي على الفريق. أفقد لاعبي إنبي على استلام الكرة وتسليمها بسبب الضغط وبسبب السرعة فيه. الأهلي في بداية الماتش كان عايز يخترق الملعب من العمق، لقى صعوبة بسبب كثرة لاعبي إنبي في المناطق الدفاعية، وعدم تواجد إنبي في المناطق الهجومية ادى الأفضلية للأهلي في السيطرة تماما على المباراة. بيحضر براحته وبيبني براحته، إلى إن كرة عرضية من محمد هاني بيتألق فيها تريزيجيه وبيحرز الهدف الأول. الشناوي لم يختبر تماما في الشوط الأول إلا في كرة الإنذار، وبسبب أنانية تريزيجيه كان ممكن الأهلي يجيب التاني والتالت، لكن تريزيجيه تقريبا كان عايز يجيب الجون التاني. وفعلا بينتهي الشوط الأول ب1-0 للنادي الأهلي. بيبدأ الشوط التاني مختلف تماما عن الشوط الأول، بنلاقي إنبي متواجد هجوميا في أكتر من كورة. لخبط النادي الأهلي في سياسة الماتش بتواجد إنبي في نص الملعب وكمان في 18 النادي الأهلي، إلا إن دفع من ديانج ملهاش أي معنى. بياخد إنبي ضربة جزاء وبيخش أحمد العجوز وبيحرز هدف التعادل للنادي إنبي. الغريبة ان بعد الهدف إنبي مرجعش للخلف يستنى الاهلي يهجم عليه، واعتقد ان ده كان ليه اسباب كتير، من ضمنها التغييرات الغريبة اللي عملها كابتن عماد النحاس ادت الافضلية لنادي إنبي، وكان ممكن إنبي يحرز الهدف التاني وزي ما شفنا اوفسايد. كل التغييرات كانت هجومية، وفضى تماما منطقة نص الملعب بتواجد امام عاشور وقفشه اللي بقالهم فترة ما بيلعبوش. ولو حد كده كمان يقول لي مين كان بيلعب باك شمال للنادي الاهلي في الشوط التاني، خصوصا بعد خروج كوكا. بيمشي الشوط التاني وبنلاقي إنبي متواجد هجوميا في نص ملعب النادي الأهلي، فعدم تواجد نص ملعب النادي الأهلي تماما، وابتدى كابتن حمزة الجمل اللي هو ينزل زياد كمال وغيره للسيطرة على نص الملعب في غياب لاعبي النادي الأهلي، بتقدم إمام عاشور وتقدم قفشه، وكانت دايرة السنتر وقوس ال18 فاضي تماما من الفانيلا الحمراء خالص. ما كانش فيه روح للاعيبة الأهلي في استرجاع الكرة أو الشراسة الهجومية وإحراز التقدم. فعليا بينتهي المباراة ب1-1 للفريقين. أسيبكم في حفظ الله وأشوفكم في الماتش الجاي على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.